اليوم سنقارن بين قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وبين عمر عند الاحتضار. أولا لنرى ماذا قال أمير المؤمنين عليه السلام، كما جاء في كتاب لوامع الأنوار البهية للصفاريني، يقول: وضربه عبد الرحمن بن ملجم على رأسه وقال: الحكم لله يا علي، لا لك ولا لأصحابك. فقال علي عليه السلام: فزت ورب الكعبة. أمير المؤمنين يقسم بالله أنه فاز بالفوز العظيم، فاز بالجنة والشهادة، ولد في الكعبة واستشهد في المسجد، ويا لها من شهادة. الآن لنرى ماذا قال عمر حين بقر بطنه أبو لؤلؤ رضوان الله تعالى عليه، كما جاء في كتاب صحيح البخاري. لما طعن عمر جعل يألم إلى أن يقول: والله يقسم بالله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. الله أكبر. الإمام علي عليه السلام يقول: فزت ورب الكعبة، وعمر يريد أن يعطي رشوة لله وهو جبل من ذهب ليهرب من عذاب الله. لماذا هذا الخوف والرعب من لقاء الله؟ ألم يبشر رسول الله عمر بالجنة كما يدعي أتباعه؟ فلماذا هذا الخوف؟ إما عمر لم يبشره رسول الله أبدا بالجنة، أو أن عمر يشكك في تبشير رسول الله له بالجنة، وإذا شكك فهو لا يعتقد بنبوة رسول الله. وأما هذه المقولة التي قالها عمر فهي نفس مقولة الكفار، كما جاء في البخاري. يقول رسول الله: يجاء بالكافر، يعني عمر، يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. إذا عمر قال نفس مقولة الكفار. فهل هذا القول من عمر سيقبله الله؟ يقول تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. الله أكبر. نفس مقولة الكفار جعلت على لسان عمر عند الاحتضار. فلماذا قال عمر هذا الكلام عند احتضاره؟ إليكم الجواب من تفسير ابن كثير في تفسير قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يقول في تفسير هذه الآية: وقوله تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت، قائلين: ألا تخافوا أي مما تقدمون عليه من أمر الآخرة، ولا تحزنوا أي على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين، فإنا نخلفكم فيه، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير، إلى أن يقول: وقال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث. رواه ابن أبي حاتم، وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جيد. إذا نفهم أن ملائكة الرحمة تنزل على العبد المؤمن وتبشره بالجنة. يشاهد هذا المقطع. بالنسبة للذي في سياق الموت وهو يحتضر في آخر مرحلة من مراحل حياته وهو يلفظ أنفاسه، نعم يرى ملائكة الموت، يرى ملائكة الموت. والملائكة التي تنزل على الإنسان على نوعين: ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. أما المؤمن فتنزل عليه ملائكة الرحمة وهو في سياق الموت. فهل عمر نزلت عليه ملائكة الرحمة كي تبشره بالجنة وتقول له لا تحزن ولا تخاف؟ أبدا. فلو كانت بشرته بالجنة لما خاف وأقسم بالله وقال نفس مقولة الكفار. فعمر نزلت عليه ملائكة العذاب لتبشره بالنار والعذاب بما اقترفته يده في تضليل الأمة وابتداع في الدين والظلم الذي اقترفه في حق الزهراء وأمير المؤمنين. الآن نشاهد الرعب والخوف الذي كان فيه عمر من فم أتباعه. فلما وضعه قال: اللهم ارحم ضعفي وارحم ذلي واجعلني كفافا لا لي ولا علي. ثم قال: يا ليتني كنت تبنة، يا ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر الصديق. يقول: يا ليتني كنت تبنة، يا ليتني كنت شعرة في جسد أبي بكر. يكون شعرة في جسد أبي بكر؟ ما هذا؟ وأبو بكر بنفسه يريد أن يكون شعرة في جسد مؤمن. شاهدوا. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول: وددت أن أكون شعرة في جنب مؤمن يدخل الجنة فأدخل معه. ما هذا الخوف والرعب؟ ألم يبشرهم رسول الله بالجنة كما يدعي أتباعهم كذبا على رسول الله؟ وأيضا يتمنى أبو بكر أن يكون بعرة. أيضا ويقول أيضا هو نفسه يقول: وددت أني شجرة تعضد يلقها البعير ثم يضعها بعرة، ولا أكون رجلا يموت ويبعث ثم يحاسب. واحد يريد أن يكون شعرة والآخر بعرة، وإمامي يقول: فزت ورب الكعبة.